هو حجازي ابن محمد ابن يوسف ابن شريف الحويني المصري، وقد عاش ما بين 1956 ميلادية إلى 1972 ميلادية، وليس له ولد اسمه إسحاق، وإنما تسمى بهذا الاسم للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. ولد في منطقة ريفية، وكان حال عائلته كحال معظم الناس ذات دخل متوسط، وكان والده يعمل في الزراعات المختلفة ومن بينها زراعة القطن، وقد تزوج من 3 نساء، والشيخ أبو إسحاق الحويني هو من الثالثة. وكان تدينه في بداية الأمر فطريا كحال جميع أهل القرى. التحصيل العلمي لأبي إسحاق الحويني: هل استقى الحويني علومه الشرعية من مقاعد الجامعة؟ التحق في البداية بمدرسة القرية، فدرس الابتدائية وبعدها الإعدادية ومن ثم الثانوية، ثم درس بعد ذلك في قسم اللغة الأسبانية، واستطاع أن يتخرج من القسم بتقدير امتياز، وحصل بعدها على منحة من الكلية ليذهب إلى أسبانيا فيكمل دراسته، لكنه عاد لأنه لم يحب المكان. بدأ أبو إسحاق الحويني يلتفت إلى العلم الشرعي لما صادف كتاب الألباني عن الحديث، وحضر بعض الدروس عند الشيخ عبد الحميد كشك، ثم درس على يد الشيخ المطيعي، فأخذ عنده شرح صحيح البخاري والنووي وكتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. تتلمذ بعضا من الوقت على يد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ثم درس بعد ذلك على يد الشيخ عبد العزيز بن باز، وقابل ابن عثيمين كذلك وسأله بعض المسائل، وقد عده الألباني أنه تلميذه، أي يسير على طريقته في التخريج والنقد. أهم آراء أبي إسحاق الحويني: من أين استقى أبي إسحاق الحويني آراء الفكرية؟ برزت العديد من الآراء لدى الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومن أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى الشيخ أبو إسحاق الحويني أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي واجبة في حق أي مسلم، ولا ينفك عنها أبدا، والأمة التي تترك ذلك الواجب لا شك أن الله سيلحق العقاب بهم، كما حدث مع بني إسرائيل حينما نهاهم الله عن صيد يوم السبت فاحتالوا على الشرع فمسخهم الله قردة وخنازير، هم ومن لم ينههم عن ذلك حتى ولو يشاركهم الفعل. تأخير إقامة الحدود: يرى الشيخ أبو إسحاق الحويني أنه يمكن تأخير إقامة الحد إلى حين الوصول إلى البلد الإسلامي، أي أنه لا تقام الحدود على أرض العدو، وذلك مخافة أن يلتجئ المسلم الذي أقيم عليه الحد إلى الكافرين، وذلك حمية منه على نفسه. ومثال على ذلك: لو كان المسلمون في حرب مع الكافرين فتقدم أحد المسلمين بسرقة، فإن حد السرقة إذا بلغ النصاب هو قطع اليد، ولكن هذه الحالة لا تقام الحد عليه خوف أن يفر إلى الكافرين. نكمل في الفيديو القادم، ورحمة الله على شيخنا أبي إسحاق الحويني.